فانت لو كنت زملكاوي تابع الفيديو للنهايه عشان الموضوع ده يخصك بكل ما فيه، ولو كنت اهلاوي برضه تابع الفيديو ده عشان الموضوع لازم تكون على درايه بيه ومعرفه. الاول كده يا اخواتي، فيريرا ومطلب جمهور الزمالك بعد مباراه امس مع انبي والخساره بنتيجه 2-0. مطلب جماهير الزمالك كله ارحل يا فيريرا خلاص ما بعدش بقى يجي منه تاني، فيريرا خلاص ما ينفعش النادي الزمالك، فيريرا شطب موهبه او شطب كوره بمعنى اصح. وده اللي انا عايز اقوله من زمان وقلته من زمان طبعا لجماهير نادي الزمالك. فيريرا يا جماعه موجود في الزمالك حاليا غصب عن الزمالك. هتقول لي غصب عن الزمالك ازاي؟ اقول لك فيريرا كان هيمشي ومشي بالفعل، لكن الشرط الجزائي بتاع فيريرا المستشار مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك او بعض من جماهير الزمالك بتقول لسه ما زال الرئيس نادي الزمالك، المهم يا صديقي مش موضوعنا. المستشار مرتضى منصور مشى فيريرا، لكن فيريرا ليه شرط جزائي كبير جدا، وبعدها ما فيش فلوس تدفع لفيريرا، فخلاص الزمالك قال له ما ينفعش تمشي عشان الشرط الجزائي، احنا معناش ندفع لك. فرجعوه تاني. بعد ما رجعوه الاول مستشار، فيريرا ما وافقش ورجعوه مدير فني تاني على اسامه نبيه. وقتها بعدها شفنا يا جماعه فيريرا هو موجود في المباراه وكان معاه كابتن اسامه نبيه والاثنين مديرين فنيين للزمالك، وما زال الموضوع على كده، اسامه نبيه والكابتن فيريرا موجودين اثنين مديرين فنيين لنادي الزمالك. ورغم كده فيريرا رجع غصب عنه، لان فيريرا مش عايز الزمالك. صدقني فيريرا مش عايز الزمالك، صدقني فيريرا لو عايز الزمالك ما كانش ظهرت الابتسامه اللي على وشه ديت والزمالك خسران امبارح. صدقني فيريرا لو عايز الزمالك ما كانش ظهر نفس الموضوع قبل كده برضه في ضحكه والزمالك خسران. صدقني الموضوع خارج عن ان فيريرا بيحب الزمالك او بينتمي للزمالك وان هو حابب اللعيبه بتاعت الزمالك، الموضوع بره كده خالص. احبائي واعزائي جماهير الزمالك اللي دايما مخدوعين وبيقولوا فيريرا افضل مدرب مسك الزمالك، ايه انجازات فيريرا مع الزمالك؟ ايه انجازات المدير الفني اللي انتوا طالعين بيه الارض مع الزمالك؟ اي مدير فني كان ممكن يمسك الزمالك في الوضع الماضي اللي خدتوا فيه 2 دوري، خدتوا فيه كاس، كان يمكن يعمل اي انجاز زي فيريرا بالظبط، وكان ممكن يعمل افضل من فيريرا. نتائج سلبيه بتتوالى ماتش ورا ماتش مع الزمالك من 14 ماتش او حوالي 18 ماتش كمان بيكسب 4 ماتشات او 5. فانت متخيل الرقم السلبي اللي فيه نادي الزمالك دلوقتي؟ مش هو ده نادي الزمالك اللي احنا كنا عارفينه، ولا هو ده نادي الزمالك اللي احنا طلعنا لقيناه، ولا هو ده نادي الزمالك اللي جمهور الزمالك متعود على الفرحه منه، ولا هو ده جمهور الزمالك اللي دايما كان بينتمي لنادي الزمالك على الصح دايما والغلط كان بيدي في وشه على طول. لكن دلوقتي مفيش. انا شايف بعض من جمهور الزمالك لسه برضه عندها انتماء ودعم لفيريرا. فيريرا هيعمل ايه تاني؟ فيريرا صدقني مش عايز نادي الزمالك، فيريرا هو ضد الزمالك، فانتوا ادوا له الشرط الجزائي بتاعه مشوا. صدقوني هو عايز كده، وانتوا المفروض تعملوا كده عشان ترتاحوا، لان النتائج كلها اللي جايه هتكون بلوى. النتائج كلها مع فيريرا اللي جايه يا جماعه هتكون بلوى. صدقوني لازم فيريرا يمشي وتعينه مدير فني، او حتى اسامه نبيه يكون المدير الفني المؤقت لحد ما تجيبوا مدير فني جديد، لان الوضع على وجود فيريرا هيفضل زي ما هو، مفيش اي جديد في نادي الزمالك. تاني حاجه يا جماعه وهي عقد ابراهيم نضاي. الصفقه اللي كان جمهور الزمالك كله طاير بيها، والصفقه اللي جت ما لعبتش حوالي ماتش او 2 من ساعه ما جت، لانها جت على طول. ابراهيم نضاي ده جاي يا جماعه بعدها على طول اتصاب ودخل في مرحله الاصابه والتعافي، لسه راجع من مفيش ماتشين، لعب بالماتش اللي فات قدام انبي ما اداش. لحد يقول لي يا عم ده جاب كوره في العارضه، مهاجم صريح يجيب كوره في العارضه؟ انت عارف رقم ابراهيم نضاي ده اللي انت جايبه بيه بكام مليون؟ انا هقول لك دلوقتي وهيظهر قدامك على الشاشه دلوقتي العقد بتاع ابراهيم نضاي. ابراهيم نضاي ده بياخد 3,185,000 دولار في ال3 مواسم. 3,185,000 دولار في ال3 مواسم يا صديقي. انت متخيل الرقم؟ انت لو جاي محترف من دوري انجليزي مش هتديله الرقم ده. الرقم ده كبير جدا على واحد زي ابراهيم نضاي، الرقم ده كبير جدا على خزنه الزمالك. خزنه الزمالك اللي كل يوم بيطلع لنا عقد جديد للاعب برقم خيالي، والزمالك كان بيشتكي من قله الموارد الماليه الموجوده فيه. ما هو اكيد السبب ده هو اللي بيودي الموارد الماليه في داهيه في نادي الزمالك. جمهور الزمالك كله بيقول لك طب ما تطلع يا عم تورينا عقود الاهلي. يا عم انا ما قلتش ان انا ما عنديش فلوس الاهلي عشان كده مش فارقه معايا، لكن الزمالك دلوقتي بيشتكي ان هو فلس. فين الفلوس بتاع نادي الزمالك؟ فين خزنه نادي الزمالك؟ ما هي خزنه نادي الزمالك هي رايحه للعيبه اللي زي ابراهيم نضاي. الصفقات كلها الجديده جايه بارقام خياليه يا جماعه. الصفقات كلها ما فيش حد اقل من 3 مليون دولار. انت متخيل انت بتتعامل مع واحد دلوقتي زي ابراهيم نضاي جبته صفقه فاشله اصلا، يعتبر بياخد منك
حوالي 100 مليون جنيه في 3 مواسم. 100 مليون جنيه في 3 مواسم، انت بتتكلم في ايه يا عم؟ وفي الاخر جمهور الزمالك يطلع زعلان. وقبلها برضو احنا كنا قايلين على عقد مين؟ كان سامسون يا جماعه. سامسون كان بياخد 2 مليون دولار ونص في 4 مواسم. فانت ارقام يا صديقي، وما تطلعش في الاخر تقول لي انت اهلي طلع لي عقودك. انا هطلع لك عقودي، بس انا مش بشتكي، انت اللي بتشتكي.